لو عندك بقى نص كوبايه من المكرونه وكيلو من اللبن، هاتي وتعالي نعمل بيه اسهل حاجه حلوه تعمليها لاولادك بقى، سهله وبسيطه وعلى قد الايد. هنعمل مع بعض النهارده العزازيه الدمياطي بطريقه سهله وبسيطه ومكوناتها اقتصاديه وعلى قد الايد. يا بنص كوبايه من المكرونه وكيلو من اللبن هتعملي احلى صينيه لاولادك وتفرحيهم بحاجه بسيطه وعلى قد الايد. اول حاجه هجيب عندي نص كوبايه من المكرونه، اي نوع مكرونه عندك، اي مكرونه موجوده عندك استخدميها، وهزود عليها كوبايتين ونص من الميه. الميه دي بارده من الحنفيه عادي، مش ميه سخنه ولا حاجه. واحطهم بقى على البوتاجاز لحد ما تستوي معايا. انا هتبقى مستويه معجنه بقى بالشكل ده، تستوي خالص. وهجيب بقى الخلاط بتاعي وهزود بقى عليه كوبايتين كبار من اللبن. انا زي ما قلت هعملها بكيلو من اللبن بالشكل ده. دي اول كوبايه، اظن حاجه حلوه سهله وبسيطه وعلى قد الايد، يعني مكوناتها كلها بسيطه وعلى قد الايد. كيلو لبن بقى ب 15 جنيه، نص كوبايه من المكرونه. وهزود كمان كوبايه من السكر، بزودت في الخلاط كوبايتين من اللبن وكوبايه من السكر. وهنزل عليه بقى بالمكرونه اللي احنا سلقناها، هي مستويه خالص زي ما قلت يعني بالشكل ده. وهزود بقى عليها كمان 4 معالق كبار من النشا. اظن طريقه سهله وبسيطه تعملي بقى حاجه حلوه سهله وبسيطه لاولادك وتفرحيهم بالشكل ده. كده معلقتين، ادي التالتة، ودي بقى ربع معلقه. وهضربهم بقى كويس في الخلاط. ده شكلهم بعد ما ضربتهم. هجيب بقى الحله بتاعتي وافضي بقى كل ده في الخلاط. قوامها تقيل بقى بالشكل ده. وهزود عليه كمان كوبايتين من اللبن، يبقى كده كيلو اللبن عندي 4 كوبايات كبار بالشكل ده. ادي اول كوبايه، وادي التانية. وهزود بقى على الخلاط بتاعي كوبايه من الميه بالشكل ده، واقلبه يعني واصبه في الحله برده بالشكل ده. ونروح بقى على البوتاجاز. وهزود كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا او ممكن كيس من الفانيليا. وكمان بقى اروح بقى على البوتاجاز واقلب فيها لحد القوام بقى ما يتقل معايا بالشكل ده. بدات تتقل معايا، انا مهديه النار مستمره بقى في التقليب لغايه ما تستوي معايا وتبقبق بالشكل ده. طلعت بقى فقاعات عندي واستوت. هطفي بقى عليها النار ونفضيها بقى في صينيه. اظن طريقه سهله وبسيطه بالشكل ده. عندي بقى الصينيه انا مش دهناها حاجه خالص. هفضي فيها بقى الخليط بعد ما استوى، ما شاء الله مستويه وجميله. واسيبها لغايه ما تبرد معايا بالشكل ده. شايفين قوامها؟ هسيبها بقى تبرد معايا. ده شكلها بعد ما بردت وعملت وش معايا بقى بالشكل ده. هجيب بقى الفرشه وادينها دهنه من السمنه، اي سمنه عندك يعني، سمنه بلدي، سمنه نباتي المتوفر عندك. دهنه بقى بسيطه من السمنه. وهرش بقى وشها من السكر وادخلها بقى الفرن، يعني رشه بسيطه من السكر وادخلها الفرن تاخد لون معايا بالشكل ده. ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن وسبتها تسقع في التلاجة حوالي ساعه. هقطعها بقى معاكم. شايفين شكلها وقوامها؟ بجد طريقه سهله وبسيطه العزازيه. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو بتاع النهارده تنوروني بقى بالاشتراك في القناه بقى، وتسيبي لي كومنت يشجعني عشان اعمل لك افكار بسيطه وعلى قد مع مطبخ التوفير.